أوقات كتير بتسمع صوت جوه دماغك بيقولك إن أنت مش شاطر وأنت مش قد المكانة اللي وصلت لها. لأ، وكمان بتقول للناس إن أنت حاسس إن أنت مزور النجاح ده ومش شاطر فيه، وحاسس إن هما ممكن يكتشفوا النجاح بتاعك ويكتشفوا الحقيقة في أي وقت. الصوت اللي بنسمعه جوه دماغنا ده هو حالة نفسية غريبة بتحصل لناس ناجحين جدا في مجالهم، زي إيما واتسون وكمان مايكل جوردن وكمان حتى ألبرت أينشتاين. الحالة دي بتحصل عشان تبقى وصلت النجاح انت مش مصدق النجاح اللي انت وصلت له وكمان مبهور بيه. بس الفكرة كلها ان الحالة دي اسمها متلازمة المحتال. صوت دايما بيجي في بالنا او بيقول لنا ان احنا مش قد النجاح اللي احنا وصلنا له وكمان مش حاسين بيه. طب هو ليه ممكن الموضوع ده يحصل؟ ببساطة كده علشان احنا بنحط لنفسنا معايير صعبة جدا عشان نحقق النجاح ده او مرتبط بالنجاح ده. يعني انا مثلا عشان انجح في شغلي بحط معايير صعبة جدا عشان اوصل لده، او حتى كمان بقدر اقارن نفسي بناس تانية انا ما شفتش الكواليس بتاعتها عامل ازاي. فدايما طول الوقت بحس نفسي ان انا لازم اكون كامل عشان اقدر احقق الحاجة دي، عشان لو ما كنتش كامل من وجهة نظري مش هعرف اعملها وهفشل فيها والناس هتشوفني بطريقة وحشة. وكل الكلام ده مش صح. علشان ابدا اتخلص منها او ابدا اتخلص من متلازمة المحتال دي، اول حاجة لازم اعترف ان هي موجودة. لازم اعرف واسمع الصوت اللي جوايا اللي بيقول لي على طول كده كل نجاح بوصل له في صوت جوايا بيقول الكلام ده، اعرف ان هو موجود. تاني نقطة، اكتب اي انجاز انا وصلت له. انجاز وصلت له في شغلك، في دراستك، في اي حاجة، في مهاراتك، بتحب تتعلم مهارة جديدة وصلت لانجاز معين اكتبه، عشان كل ما تحس نفسك او كل ما تسمع الصوت ده تروح تبص على الانجاز اللي انت كتبته بالفعل. تالت نقطة، ما تقارنش نفسك بحد لان مش كلنا كاملين. كل واحد وليه ظروفه وليه كواليس بتاعته انت ما شفتهاش. انت شفت الفيديو الاخير بتاعه او شفت نجاحه الاخير، انت ما تعرفش هو عمل قد ايه عشان يطلع لك بالصورة دي او يظهر لك بالصورة دي. اهم حاجة اللي انت حطها في بالك اللي انت تنجح وبس، ما تحطش في دماغك اي حاجة تاني ممكن توصلك. الخلاصة اللي عايز اقولها لك ان انت مش دايما تسمع الصوت اللي جوه دماغك اللي على طول بيقول لك ان انت مش ناجح وانت فاشل. ممكن الصوت ده اللي انت بتسمعه هو اصلا ممكن يكون متلازمة المحتال.